على الراديو، راديو دوغما. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. أهلا بكم في برنامج كشف الشكوك، ابقوا معنا. وسؤال حلقة النهاردة: إذا كان الشيطان كائنا مخلوقا، فلماذا لم ينهى الله وجوده منذ البداية لتجنب سقوط الإنسان؟ بمعنى، ليه ربنا ما أنهاش وجود الشيطان منذ البداية لتجنب الحرب الطاحنة بين الشيطان والإنسان؟ السؤال ده مهم جدا وبيحيرنا كلنا، وعشان نفهمه لازم نفكر شوية في طبيعة الله وطبيعة الإنسان وطبيعة الشيطان نفسه. ليه ربنا ما أنهاش وجود الشيطان؟ ربنا خلق الشيطان في الأصل ملاك جميل واسمه لوسيفر، وكان مليان نور ومجد، لكنه قرر بإرادته الحرة يتمرد على الله ويتحول لشيطان بسبب الكبرياء. هنا بقى السؤال: ليه ربنا ما ينهيش وجوده؟ أول حاجة، حرية الإرادة. ربنا خلق كل الخليقة بحرية، حتى الملائكة عندهم حرية إرادة. ربنا مش بيخلق روبوتات تنفذ أوامر وخلاص. الحرية دي هي اللي بتدي معنى للحب والطاعة. ولو ربنا أنهى وجود الشيطان أول ما أخطأ، كده كان هيلغي مبدأ الحرية بالكامل، وكان هيبقى كأنه بيقول كل اللي هيغلط هسامحه. لكن الحب الحقيقي والعدل بيطلب إن الكل يكون عنده فرصة الاختيار. تاني حاجة، دور الإنسان في القصة. ربنا سمح بوجود الشيطان عشان يدي للإنسان فرصة إنه يختار هو كمان بإرادته، والحياة دي امتحان. والإنسان لو ما كانش عنده تحديات وصراعات، كان هيبقى اختياره للحب والطاعة مجرد تلقائية، والتلقائية دي ما كانتش هتبقى نابعة من قلبه. الشيطان موجود عشان يحاول يبعدنا، لكن الله موجود دايما جنبنا عشان يهدينا للطريق الصح. تالت حاجة، خطة الله للخلاص. ربنا مش بيسيب الشر يشتغل كده وخلاص، بالعكس، من أول لحظة لسقوط الإنسان ربنا وضع خطة للخلاص من خلال السيد المسيح. والسيد المسيح جه عشان يفتح الطريق للإنسان إنه يرجع لربنا رغم وجود الشيطان. والمعركة بين الله والشيطان لأن الله أقوى بكتير، لكن هي معركة الإنسان لاختيار مصيره الأبدي. رابع حاجة، نهاية الشيطان معروفة. في الآخر الشيطان ليه نهاية. الله مش هيسمح بشره إنه يستمر للأبد، ويوم الدينونة هيتم القضاء عليه تماما، وكل الشر اللي عمله هيبقى بلا قوة. لكن دلوقتي وجوده جزء من خطة الله لاختبار إيمان الإنسان وتقويته. عارف لما تبقى في امتحان صعب وتعديه وتنجح، كان هيبقى بنفس القوة لو كان الامتحان سهل. وكده بالظبط حياتنا. الشيطان موجود عشان يخلينا نثبت قد ايه احنا بنحب ربنا، وقد ايه احنا مختارين الطريق الصح بإرادتنا الحرة. ربنا مش بيسمح بوجود الشيطان لأنه ضعيف أو مش قادر عليه، بالعكس، السماح ده دليل على عدل ربنا وحكمته، وعلى قد إيمان الإنسان وثقته بربنا، على قد ما بيتحول وجود الشيطان لتحدي يخلينا أقوى وقريبين من ربنا قوي. وفي النهاية طبيعة الإنسان بيحب التحدي، بيحب الانتصار، ومن خلال وجود الشيطان احنا بنكسب تحدي عظيم وبنغلب أقوى قوة على الأرض بوجود ربنا معانا وإيماننا بيه. وسؤال حلقة النهاردة: هل وجود الشيطان في حياتنا دليل على ضعف الله، ولا دليل على حكمته وعدله في اختبار حرية الإنسان؟ شاركونا بأفكاركم وتعليقاتكم. كان معاكم ريمون مجدي من برنامج كشف الشكوك.